بعد ما عرفنا المرة اللي فاتت أعراض اضطراب الشخصية الحدية أو الBPD، النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نتعامل مع الشخصيات الصعبة دي، وخصوصا لو قريبة مننا، زي لو كان جوزك أو مامتك أو باباكي أو اخواتك في البيت، بحيث لما تتعاملي معاهم ولا يأذوكي ولا تأذيهم. بعد الفيديو ده إن شاء الله هديكي المفاتيح الأساسية اللي تعرفي تتعاملي بيها مع الشخصيات دي، وتطلعي انتي الكسبانة مش انتي اللي متضررة. من غير مقدمات يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. قبل ما أبدأ في أي حاجة تخص التعامل مع الشخصية الحدية، عايزة أكلمك انتي كزوجة واشرح لك ايه المراحل اللي علاقتكم خدتها لحد ما وصلتي للفيديو ده النهاردة. اول ما بتتعرفي على الشخص الحدي بتبقى الدنيا جنة، حبه جنة انا عشت فيها زي ما قالت شيرين. الدنيا جميلة، مالي حياتك اهتمام وحب ورقة وعطف، بيحاوطك في كل مكان ومهتم بيكي زيادة عن اللزوم، ما بيديكيش فرصة حتى تفكري انتوا هتكملوا ولا لا، وتلاقيه هو اللي بيزق العلاقة لقدام. يلا نتجوز، يلا عايز يبقى في ما بيننا حاجة رسمي، انا ما بقيتش اقدر استغنى عنك. انت حتى هتتفاجئي هو امتى حبيني الحب ده كله. هو الشخص الحدي تركيبته اصلا عنده عواطف جياشة، هي جاهزة من قبل ما يعرفك اصلا. يعني مسافة بس ما لقى حد فيه كام صفة هو بيدور عليهم، خلاص بس انتي الدنيا والاخرة، وانتي احلى حد في الدنيا، وشايفك انسانة مثالية جدا ومفيش فيكي ولا غلطة، وهي دي اللي عايزة اكمل معاها حياتي. المرحلة التانية بتيجي بعد فترة من العلاقة، شهر 2 3 4، تبدأ الافكار السوداوية تخش عند الشخص الحدي. هي اكيد هتكرهني، انا شخص ممل جدا، انا ما اتحبش، هي اصلا وافقت بيا ازاي، هي راضيه تكمل معايا ليه، اكيد هتخوني، اكيد هتسيبني، انا مش عارف، انا مش مطمن. هيفضل في كل مكالمه يضغط عليكي ويحسسك ان انتي في موضع اتهام، ودايما بتدافع عن نفسك، ودايما تاكدي له انا جنبك، انا عمري ما هسيبك، وهو مصمم لا انا عارف فتره وهتسيبيني زيك زي اللي قبلك، انا مجرب كل اللي حواليا مش حب بس، حتى في الصداقات كله بيسيبني. الشخص الحدي يعني صورته الذاتيه عن نفسه مشوهه تماما، فللاسف بيتعامل مع اللي قدامه كانه هو شايفه زي ما هو شايف نفسه، فالحته دي بتوقع كتير في العلاقات، وكتير ما بيعرفش يكملوا بعد المرحله التانية دي. طب ربنا كرمك وعصرتي على نفسك شوية ليمون واستحملتي كل الاضطرابات دي وكل اللخبطة اللي حاصلة في العلاقة لحد دلوقتي، هنخش على تالت مرحلة. هيبدأ يتلاعب بيكي ويصعب عليكي جدا، ويحكي لك كل مقاسي حياته عشان يضطرك انك تحبيه. هو خلاص انا كشخص عارف ان انا حد ممل ومش جذاب ومش شخصيتي حلوه وشكلي حتى مش راضي عنه والاسباب دي كلها، فانت هتحبيني على ايه؟ بس يبدا هنا يوقعك في حته ايه، انا شفتي، انا فاكره لما حصل لي، انا فاكر في مره حصل كذا كذا وكان يوم اسود وكانت حياتي سودة، انا اكتر حد مظلوم في الدنيا، انا تبداي تحزني عشانه وتزعلي عشانه وتقعي في دايرته، وهو كل ده بينسك حواليكي خيط قوي انه يقوي علاقتك بيه بحيث انك ما تسيبوش ابدا. فانتي في الفترة دي هتحسي ان هو انا كل ما اكلمه هيبقى الكلام كئيب كده، طب هو احنا مش لسه في فترة الخطوبة، هو اللي بيعمل كده، او حتى لو كنتوا اتجوزتوا في المرحلة الثالثة، طب احنا لسه في الاول، ليه الاكتئاب ده وليه هو؟ تبدأ انتي من غير ما تحسي بالمسؤولية تجاه زعله، وتقولي انا هغيره، انا اللي هبقى احلى حاجة في حياته، انا خلاص هطلعه من اكتئابه وهنسيه حزنه، وانا خلاص هو كده من غير ما تحسي رمالك طعم وانت جريتي وراه. واحنا كبنات وستات كلنا عايزين نثبت لنفسنا ان احنا جامدين في العلاقة، وان احنا بنعرف نخلي اللي قدامنا سعداء وحلوين، دي فطرة وطبيعة ملهاش اي علاقة بطبيعة شخصيتك. فلو كان ربنا قدرك على المرحلة الثالثة، تعالي اقولك ايه اللي حصل في المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة الحدي بيبدأ يفقد سيطرته على انفعالاته شوية. هو احنا عارفين ان هو يا اما انت عامله حاجه كويسه معاه النهارده وشايفك اجمل حد في الدنيا، يا اما غلطتي في كلمه او غلطتي في موقف او صدر منك فعل هو مش راضي عنه، فانت اوحش حد في الدنيا.
مفيش وسط، ما عندهمش وسط. يا اما بحبك وبموت فيكي، يا بكرهك وانتي اوحش حاجه حصلت لي في حياتي. يبدا الانفعالات دي تظهر في ايه؟ تبقي خارجه معاه مثلا وقاعدين على ترابيزه وانتي عصبتيه، هوبا شاط الكوبايه اتفرج عليكم المكان. هوبا وانتوا راجعين سايق العربيه قام جاي مزود بنزين وانتي قاعده جنبه هتموتي من الرعب ومش فاهمه ده كله بيحصل ليه، الموضوع تافه او مش مستاهل، هو اتعصب ليه؟ هو بيبقى متعصب عشان كل لما بيحط اماله على حد يقول ده اجمل حد، يجي يتفاجئ يعمل حاجه عكس اللي هو عايزها او عكس طبيعته او اللي في دماغه، يقولك لا ده مش اجمل حد، انا كده لا، انا بضيع، انا هعمل ايه؟ فبيبقى توتره ده وراه ايه؟ ان هو اتصدم فيكي، مع انك انت انسانه طبيعيه هتعملي حاجات حلوه وحاجات وحشه، فانت هتتفاجئي من طريقته في اليمين والشمال. هو بعد اصلا ما هيطلعك انك ابليس يوم الخناقه، تاني يوم ممكن جدا هو اللي يبدا يكلمك، ممكن جدا لو بدات تتكلمي هتلاقيه راق وهدى. ليه بقى؟ افكار الاندفاعيه اللي جات له ساعه الخناقه علت يعني حاجه من مستوى 0 لمستوى 90 فجاه في دقيقه. ما عندهمش يا عيني اي تظبيط، يعني اي منظمات او ترمومترات داخليه لتظبيط الاندفاعيه دي، فهي علت فبقى في اقصى درجه انفعاله في الدنيا. وقت ما المشكله بتخلص بينزل يرجع للصفر تاني في خلال 24 ساعه. فتقولي هو في ايه؟ هو في حاجه غلط؟ هو ايه اللي حصل؟ يعني انا كنت امبارح شيطان رجيم والنهارده ملاك رحيم؟ ازاي انت نفسك يعني لو انت مش واقفه على ارض صلبه صدقيني هتتهزي وتتوتري وتفقدي ثقتك بنفسك، وتحسي دايما ان مع كل مشكله يا خراشي على اللي انا ضيعته، انا الغبيه، انا ليه قلت كده، انا ليه عملت كده. فلما تكملي معاه المراحل وتكملي معاه الكتالوج هتعرفي ان انت بطله والله، ان انت مستحمله ده كله، وهو معذور في اللي هو بيعمله. هتفهمي دلوقتي ان ده كله غصب عنه، وده اضطراب شئنا ام ابينا، هو ابتلاء من عند ربنا، مش هو قصده ان هو يبقى شرير وثعلب مكار وكده. هو مرض زي اي مرض وبياخد مراحله وبنعيش بيه، وفي ناس كتير بتعيش وتموت محدش يعرف اصلا انها مضطربه من قله تعاملها مع الناس. المرحله الخامسه دي ده لو يعني كملتي المرحله الرابعه وانتي لسه تقولي لا ده كان متعصب النهارده، ده هو رمى الكوبايه عشان ما خدش باله، لو عديتيها هتلاقيها بتتكرر مره واثنين وثلاثه. الحد لو كشف نفسه خلاص بقى انا هبقى براحتي معاكي وخلاص انت كده عرفتي عيوبي، وهو حاسس ان هو في منطقه امان، ان هو انت عارفه عنه كل حاجه، وهو كان حببك فيه قبل كده، فانت الى حد ما مش هتسيبيه. طب حصل وجبتي اخرك، للاسف ساعات كتير في المرحله الخامسه بيتم انفصال، سواء لو خطوبه هتسيبيه، لو جواز هتطلبي الطلاق. المرحله السادسه والاخيره انهيار الحدي ومحاولاته الانتحار نتيجه ان هو فقد الشخص اللي كان مالي عليه كل اللخبطه والكركبه واللي كان بيطلع فيه ده كله. فان شاء الله عمرنا ما هنوصل للمرحله رقم 5 ولا 6. انا جايه لك النهارده عشان ايه؟ الحقك في المرحله الرابعه على طول. ماشي؟ احنا عارفه الناس كتير بتقف فيها وبتقعد تصبر على العيال وعشان البيت وعشان بحبه وعشان حاجات كتير. فتعالي معانا كده من اول المرحله الرابعه نقول ازاي نتعامل معاه في المرحله اللي بتبقى في العلاقه، ان هو خلاص اتكشف على حقيقته واتعرف جدا ان هو انفعالي، وان هو يا اما بيوديكي يمين يا اما بيشوفك شمال. خلاص وقفنا في المرحله دي، تعالي بقى اقول لك هنعمل ايه واحده واحده. اول حاجه عايزاها منك يا قمر انك تدرسي الشخصيه دي كويس جدا. هل الفيديو بتاع نسمة محمد كافي بتاع الاعراض؟ لا طبعا، انا بديلك بس يعني ايه لحسه من على طرف المعلقه. الشخصيه عميقه جدا وفيها دراسات كبيره جدا. لو انت اتاكدتي ان انت فعلا واقعه تحت طائله شخص حدي عايش في حياتك او حواليكي، دي يعني ده بقى من اولوياتك ومهامك انك تبقي تخصصي 10 دقايق كل يوم تسمعي فيهم فيديو عن الشخص الحدي. عندك اسماء عمالقه في الموضوع ده، دكتوره داليا رشوان على اليوتيوب فظيعه في الشخصيه الحديه، انا نفسي بكن لها كل الاحترام. لو شافت الفيديو ده بجد هبقى مبسوطه جدا وبوجه لها شكر خاص، انها اتعلمت منها كتير عن اضطرابات الشخصيه وعن ثنائيات الشخصيات، اللي هو هي فاجئتني بان ممكن يبقى حد حدي ونرجسي في نفس الوقت، وقصه طويله كده، بس الانسانه دي بجد يعني عندها امانه في توصيل المعلومه. وانا اللي بقول لك روحي هناك شوفي فيديوهاتها، هي مفصصه وجايبه لك كل نقطه بتتكلم فيها باستفاضه. انا هنا مش مخصصه قناه
قناتي للاضطرابات، انتوا عارفين ان انا بتكلم في العلاقات عامه، فواخده من مجال علم النفس حاجه واحده، فمش معقول هتعمق فيها قوي كده، ده مش مجالنا هنا دلوقتي. انا بديك زي ما قلت لك كل المفاتيح السحريه اللي تخلي علاقتك الزوجيه كويسه. تمام كده؟ فانا عايزاكي تدرسي الشخصيه كويس، ويبقى ده واجب يومي مش حاجه زياده عليكي. احنا بنعمل ده ليه؟ كل يوم تفكري نفسك انا بعمل ده عشان سلامي النفسي. انا مش بدي لجوزي، او مش هقول خطيبي، صعب جدا تكوني واصله للمرحله الرابعه غير وانتي متجوزاه ومقفول عليكوا باب. ليه؟ عشان اي واحده مخطوبه هتشوف اللخبطه دي قبل الجواز، بتبقى الاحتمال انها تكمل ده ضعيف جدا. يا اما هي مضطره فعلا وعندها ظروف في البيت تمنعها انها تفركش الجوازه وعايزه تخلص باي طريقه، يا اما هي فعلا حبته لدرجه انها عمرها ما تنفصل عنه ولا تقدر تبعد عنه. ففي الحالتين انتي دلوقتي خلاص مضطرين نكمل، وبعد الفيديو ده هتبقي حابه تكملي ان شاء الله لما تعرفي ان الموضوع سهل ومحتاج بس كام خطوه منك وعقل زياده منك والمركب هتمشي ان شاء الله. ادرسي الشخصيه، اعرفي كل جوانبها، اعرفي دوافعها، اللي بيزعلها واللي بيفرحها، وده بقى واجب عليكي عشان سلامك النفسي. تمام كده؟ تاني حاجه، الشخص الحدي عنيد جدا جدا. لو وقفتي قدامه وتقولي له يا هو كده يا لا، يا هتعمل كذا يا لا، انت عارفه الاجابه، اخبطي دماغك في الحيطه. هما العند عندهم بيوصل ايه؟ ان هو انا عشان ماليش قيمه وعشان انا في نظرها ان انا ضعيف وقليل هتمشي كلامها عليا. لا ده انا هعند واكسر ودغدغ والدنيا هتتطربق. لا انا مش هديها الفرصه دي ابدا. ففهمتوا هي بتفكر ازاي؟ هو مش فاهم ان انت واخداها لعبه، او اللي هو ده انا هغلس عليه عشان يوافق. ما اسمهاش هغلس، انت داخله معاه حرب. اوعي خالص العند مع الحدي. عايزه تطلبي حاجه اطلبي برقه وبعطف، خليه هو يحس ان هو بيعطف عليكي باللي بيديهولك. انما هتقفي الند بالند، انا اسفه انت خسرانه المعركه من قبل ما تبتدي اصلا. تالت حاجه تاخدي بالك منها في التعامل مع الحدي، بلاش ايماءات ارجوكي. بلاش الكلام بتاع ايه شوف انت بقى، افتكر انت، اعرف انت لوحدك. لا الحاجات دي بصي يا خراشي انت كده دخلتيه في حفره عميقه ضلمه وسبتيه وقفلتي عليه وقلتيه يلا بخبط دماغك في الحيطه. يعني الموقف مثلا ايه؟ واحده راجعه من بره جايه من عند مامتها وباباها وجت مرهقه وجت حطت اكياس مثلا في جنب في البيت ودخلت على الحمام على طول او على اوضتها على طول من غير ما تسلم على ايه؟ على جوزها الحدي. جاي يكلمها سيبني دلوقتي انا متضايقه. الله بجد انت كده مش قادره اقولك انت كده انت عملتي ايه. انت سبتي لي دماغه، وهي اسوأ حاجه بنحاربها في المرض ده دماغه بتوديه لفين بقى؟ ده هي مش طيقاني عشان قوموها عليا، ده هي مش طيقاني عشان افتكرت ان من 4 سنين عملت كذا فهي قامت عليا. لا ده هي عرفت ان انا قلت عليها من وراها لاخوها كذا فجت قلبت عليا. يا خراشي. وممكن يكون انت اصلا يعني انت جايه متضايقه من بيت اهلك، حاجه ملهاش علاقه بيه خالص، حاجه ما تخصوش نهائي، اتخانقتي انت ووالدتك انت واختك انت الموضوع ملوش علاقه بيه. بس الشخصيات الحديه بتاخد كل حاجه على نفسها. هم حاسين دايما ان هم يعني غير كفء وان هم قليلين وان هم معدومين الثقه في الحياه، فكل حاجه هيحس انه انا الغلطان وانا السبب، يبقى هي بتعمل كده عشان بتعاقبني. فما تعملش كده خالص. اوعي من الايماءات والايحاءات وابعدي تماما عن السكه دي وما توتروهوش، عشان هو اصلا حاجه قاعده على جمر من نار. هو لوحده عنده توتر وقلق رهيب جدا نتيجه لافكاره ومخرطه الافكار اللي في دماغه اللي عماله تلف كل شويه. بتعمل نوعيه انا مستقبلي مالوش ملامح، انا الماضي بتاعي كان اسود، انا اتظلمت في الحياه ليه ربنا كده. بقى بيدخلوا في قصص يعني احنا في غنى عن ذكرها، بس هم بجد يعني المرض ساعات بيوصل معاهم لحاجه تشفقي عليه من كتر اللي هو بيقوله. ربنا يعافينا وربنا يشفي كل مريض يا رب. الخطوه اللي بعدها لما تلاقيه داخل في نوبه اجهاد او نوبه اكتئاب، هما بيجوا لهم يعني اضطراباتهم المزاجيه بتخليهم زي ما قلنا في الفيديو اللي فات 3-4 ايام مبسوط وسعيد والدنيا جميله، و3-4 ايام اسوأ مزاج في الدنيا ومش طايق نفسه لوحده. ما تجيش انت في نوبات الغضب بتاعته او نوبات الاكتئاب او يوم ما نمشي فيه كويس وتيجي تتناقشي معاه في حاجه كانك بتكلمي مش عارفه اقول ايه، يعني كانك عماله يعني مدخله ورق
مكان التصوير بيطلع لك الحاجه مشوهه والحبر متموج ومبهدل الصفحه. انت بتاخدي اوردرات من مكنه بايظه، هو خلاص هو كده مش شغال. ما بالك يعني هو واحد في حالته العاديه عنده اضطرابات في التفكير وفي ردود الافعال وفي الحاجات دي كلها، ما بالك واحد مجهد. احنا نفسنا يعني اي حد ما عندوش اضطراب او انسان طبيعي قعد يومين 3 ما نامش او متضايق اليومين دول هتاخدي منه ردود افعال زي الزفت. ما بالك الحدي اللي اول حاجه عنده بيفكر فيها في الانفعال انا هروح انتحر. فمش هتبقى يعني مناقشه ناجحه. يا اما هتوصل لانه انا قايم وهسيب لكم الدنيا وانا هوريك وانا هعمل فيك، يا اما هيبدا هو يهاجمك، اللي هو انت جايه تضغطي عليا وقت ضعفي، انت منك لله وانت حسبي الله ونعم الوكيل فيك. عمرك ما هتسمعي كلمه ايه الابديه اللي هو النفي التام، عمرك ما قدرتيني وعمرك ما وقفتي جنبي وعمرك. هو كده عنده انا في لحظه غضب هوب بلوك، مش شايف لك اي حاجه حلوه ولا فاكر لك اي حاجه حلوه، خلاص اللي هيتقال وحش وبس. فمش عايزاكي تخشي في المنطقه دي عشان انت اللي هتكتئبي بعدها وهتحسي ان انت عمرك ضاع هدر وكل تعبك مع الانسان ده جه على الارض. فارجوكي اما تلاقيه مجهد او لقيتيه في نوبه اكتئاب ابعدي تماما عن الشخص ده. النقطه اللي بعدها وتتعلق بالنقطه اللي قبلها، لما يقولك في خناقه انا هريحك مني، انا هتخلص من حياتي، ما عدتش هتشوفي وشي تاني، ما تحسبيش ان هو بيهزر، هو بجد انفعالاته بتطمس تماما العقل الواعي وبيتصرف بالعقل الباطن. العقل الباطن اللي بيزقه من يوم ما مرض ان هو ملوش لازمه، فالمفروض اصلا حياتك تنتهي من زمان. فما بالك في الخناقه ذات نفسها. طب هو ليه اصلا يعني ايه اللي جاب الانتحار في مناقشه زوجيه مثلا او حوار ما بنتكلم فيه ان شاء الله يبقى له حل؟ هو ممكن يحس من كلامك ان انت عايزه تسيبيه، واحنا عارفين من الحلقه اللي فاتت ان البعبع بتاع الحدي الخوف من الهجر. فيجي يفكر في دماغه هي هتسيبني، هو انا خلاص هضيع، هو انا حياتي فيها حاجه لما هي كمان تسيبني، انا حياتي ملهاش لازمه، انا لازم امشي واسيب الدنيا. ده التفكير رقم 1. تعالي بقى التفكير التاني، هي ظلمه، هي انانيه، هي ما قدرتش، هي جت عليا، هي ما استحملتنيش، انا لازم اوجع قلبها زي ما وجعت قلبي واحرق قلبها عليا. شوفوا ازاي، شوفوا ازاي، والله ما بتريق، والله العظيم ما بتريق، انا بخفف عليكم المعلومات الدسمه اللي في الفيديو وبشرح لكم قد ايه ربنا يعافينا. يعني في الاول واخر وسوسه شيطان، انا بشرح لكم ازاي الشيطان ممكن يودي بني ادم لافكار يعني غير حقيقيه بالمره وغير واقعيه وغير منطقيه، بس لحظتها يقنعوا ان يلا اقع في الذنب ده. وربنا وحده يعلم الحد اللي بينتحر ده يوم القيامه بيتحاسب ازاي، ربنا وحده اللي يعلم. انا كنسمه وكواحده ازهريه وعارفه عقوبه المنتحر، الله اعلم هل ده مريض وربنا هيحاسبه حسب درجه الوعي اللي بيبقى فيها وهو بينفذ ده. ربنا يا رب يبعد اي حاجه وحشه عن حياتكم ان شاء الله، ان شاء الله. ده مش هيحصل ابدا، ده مجرد تهديد. هو الحد عنده جانب في المستخبي كده بيطلع في يعني ايه، في الخباثه كده، يعني وقت الجد ان هو ايه، لا بلاش حرام. يا ريت لو انت زوجة حدي مهما كانت علاقتكم بربنا، الشخص الحدي دونا عن اي بني ادم تاني محتاج وازع ديني يمسكه بالدنيا ويصبره على اللي هو فيه دونا عن اي شخص. فانا مش بقولك اللي هو يعني قوموا بقى ترهبنوا واعملوا كل حاجه صح وابعدوا عن اي حاجه، مش كده. هو كلنا مأمورين بالطاعه. محتاج الحد يزود الوازع الديني عنده عشان يصبر على ابتلاءه وعشان يبقى عنده مانع قوي لو بعد الشر قرر ينهي حياته ان لا ده حرام. وكمان الوازع الديني هيحميه كتير في نوبات الغضب بتاعته ان هو يعمل حاجه حرام. ان انا ممكن مثلا انزل بقى يلا هنزل اشرب بقى، واصلا ممكن يكون من مجتمع منغلق ما فيش فيه شرب وسكر والحاجات دي، يقول لك لا بقى انا لازم بقى اخرج عن الواقع، هو لوحده كاره الروتين وهيموت ويخرج عن المألوف. فلو ما فيش ربنا باظت، مش هتعرفي تملكيه. هو الحد لما بيصدق يلاقي حاجه تملى فراغه او تسكته عن الدوشه اللي في دماغه بيخش فيها بدماغه. انا قايله الفيديو اللي فات ان كان سجاير خلاص السيجاره ما بتتشالش من ايده، لو كحوليات خلاص الكاس كل شويه صبولي، مش بتعقل. يعني في ناس كتير بتشرب بس كل فين وفين، كل يوم واحد، لا الحدي ما فيش، بيخش بالحاجه بدماغه، ما عندوش ملكه ان هو يتحكم في نفسه، فاقد السيطره على نفسه شويتين.
الفيديو كده هيطول مننا جدا. انا كنت عامله حسابي ان التعامل مع الحد ياخد حلقه، طلع هياخد حلقتين. من غير اي دوشه انا هقفل لحد كده النهارده. ان شاء الله الفيديو اللي بعده هينزل في خلال يومين 3، هتكملي معايا ازاي تتعاملي مع الشخصيه دي. يا رب لحد دلوقتي يكون الكلام مشروح صح، وكل كل اللي انا قلته واصل لك، وتكوني فاهمه لحد كده. وزي ما قلت قبل كده، ما تتخضيش وما تتوتريش، ده انسان طيب جدا وجواه اغلب من الغلب. افهمي بس تتعاملي معاه ازاي، وحياتكم هتبقى جنه ان شاء الله. بتمنى لكم كل السعاده اللي في الدنيا. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.